يا صباح الهنا والرضا والطاقة الإيجابية. النهاردة الفيديو مش طويل لكن صدقيني هتلاقيه مفيد. هنتكلم النهاردة عن ورق الغار، ورق اللوري وفوائده، فوايد الطبخ بيه أو فوايد استخدامه في المطبخ، وكمان فوايد التبخير بيه. طبعا أكترنا بنحط ورق اللوري أو ورق الغار في الشوربة لما نيجي نعمل شوربة فراخ أو نعمل شوربة لحمة، وبنقول إن هو ريحته جميلة وبيضيّع الزفارة من اللحوم أو من الشوربة. بالعكس، ورق الغار أصلًا ما لوش أي ريحة. اعملي تجربة كده معايا وحطيه في مَيّة مغلية في مَج أو في كوباية وحاولي تشربيه، هتلاقي إن ما لوش أي طعم. طب إيه السر في إنه بيضيّع الزفارة من أي لحوم أو من أي طبخة بنحطها فيه بتبقى فيها زفارة بسيطة، بيضيّع الزفارة وبيخلّي ريحة الأكلة جميلة. السر هو إن ورق الغار بيحوّل الدهون الثلاثية لدهون أحادية، يعني بيقلل نسبة الدهون في الحاجة اللي الدهون فيها ثلاثية بيخلّي الدهون فيها أحادية. وممكن تعملي كده في تجربة إنِّك تحطّي ورق لوري في شوربة مثلًا فراخ، وفي حلة تانية تحطّي فراخ وتحطّيها من غير ما تضيفي عليها ورق اللوري في سلق الشوربة، وهتلاحظي كمية الدهون اللي موجودة في الشوربة اللي ما فيهاش ورقة اللوري. تعالي بقى نكمل مع بعض فوايد ورق الغار أو تناول ورق الغار. بيعالج حرقة المعدة والحموضة والإمساك، وبينظم حركة الأمعاء، وكمان مفيد جدا في علاج البرد والأنفلونزا والسعال الشديد. وكمان ممكن نستخدمه كمشروب، يعني نغليه ونشرب ميته. ده مفيد جدا لنزلات البرد. ولو انتظمتي لمدة شهر على تناول شاي الغار أو منقوع الغار، هيخلي جسمك ينتج الأنسولين بشكل منتظم. ولو عندك مرض السكر، هيخلي الأنسولين في الدم ينتظم بشكل طبيعي. وكمان ورق الغار بيحمي القلب من النوبات القلبية، علشان هو بيحتوي على مركبات خاصة بحماية القلب والأوعية الدموية، وإنه كمان غني بالأحماض، وفيه مواد تمنع تكوين الخلايا السرطانية في الجسم. وطبعا ورق الغار معروف عنه إنه بيقضي على القلق والتوتر، وبيساعد على الاسترخاء. وإنك تشربي شاي الغار مرتين في اليوم، ده بيساعد على تفتت حصوات الكلى. نيجي بقى للنقطة بتاعت فيديو النهاردة، وهي حرق ورق الغار أو التبخير بورق الغار. يا ترى ايه فوايده وازاي نبخر بورق الغار بطريقة صحيحة؟ انا بقى مهما اشتري بخور او يجيلي بخور هدية، مفيش عندي احلى من التبخير بورق الغار. لو حاسة بالقلق او التوتر، احرقي ورقتين غار زي ما انت شايفة كده، زي ما انا عملت، وفي الأوضة بتاعتك، واطلعي منها. سيبي البخور شغال واطلعي منها شوية، وبعد كده ادخلي الأوضة، هتحسي بفرق الطاقة الإيجابية اللي موجودة في الأوضة، وكمان هتحسي بتحسين مزاج رهيب. وطبعا السبب في البخار اللي بيطلع من ورق الغار. البخار ده لما بتستنشقيه أو بتتنفسيه بيساعد على تحسين المزاج، وكمان بيقلل الضغط النفسي والضغط العصبي، وبيساعد على تخفيف التوتر. زي ما قلتلك، احرقي ورقتين غار في المكان اللي انت قاعدة فيه، وسيبيه شوية واطلعي، وبعدين ادخلي وهتلاحظي الفرق. وكمان يقال ان التبخير بورق الغار بيمنع الحسد. طبعا الحسد مذكور في القرآن زي ما احنا عارفين، وكلنا مؤمنين بيه. فده مجرد تحصين للنفس، مع طبعا الأذكار والورد اليومي، هتلاقي إن شاء الله إن شاء الله البركة رجعت للبيت تاني، وهتلاقي كمان مزاجك اتحسن والطاقة الإيجابية رجعت لحياتك من أول وجديد. يبقى كده عرفنا إن ورق الغار أو ورق اللوري مش مجرد بس حاجة بتضيع الزفارة من الشوربة أو من الأكلات، بالعكس ليها فوائد كتير قوي لصحتك، وكمان ليها فوائد لراحتك النفسية وللطاقة الإيجابية في بيتك. وبعد فيديو النهاردة مش هتبطلي تشتري ورق الغار. يا رب يكون الفيديو عجبك واستفدتي منه. اوعي تنسي اللايك والاشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد، وياريت لو تنوريني بكومنت جميل منك.